يلقي كلمة الاتباع قبل أي شيء. شكرا لك ولك الكلمة ومعك في خلال المباراة. شكرا صديقي واخي كابتن عبد الله. اهلا وسهلا بالساده الحضور، اهلا وسهلا بجمهورنا الكبير وجمهورنا العظيم من شباب وشياب من رجال ونساء. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. اهلا وسهلا بالساده السيار الرائعين. اهلا وسهلا بالاستاذ الكبير الرائع احمد المرصفي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا مره اخرى بالاستاذ احمد المرصفي راعي هذه البطوله الكبيره. دائما وابدا ما تصنع التاريخ ودائما ما تصنع المعجزات. تشكيله الفريقين في حراسه المرمى للروبي، حراسه المرمى عسله من بدا، واللاعب مهران في وسط الملعب زولا ورفعت وتيسير واللاعب حوادث. اما تشكيله المحموديه حراسه بلياتشو امامه اللاعب طبعا. هذه كرة مع فهمي غازي حط كرة حلوة باشا والدفاع ترجع لوزيل بيبو التسديدة الأولى مرت سلامات. نكمل التشكيل البلياتشو في حراسة المرمى امامه طبعا احمد الجوهري واحمد الشافعي. وسط الميدان مكون من التورنادو وفهمي هذه كرة خطيرة. زولا على 25 حط الكوره من اللاعب رفعت في اليسار بدايه قويه. المحموديه سجلت هدف الاطمئنان منذ البدايه. لماذا؟ لان الجمهور يريد هكذا، لان الجمهور لا يريد ان يفعل مثل ما فعل في مباراه مباشر. احمد الجوهري قوه جباره في تشكيله الفريق. راح محمود غازي شوف الجمهور. هذا هو الجمهور، هذا هو الجمهور المحموداوي، هذا هو الجمهور رقم واحد في البطولة، الجمهور الكبير والعظيم، الحضور الجماهيري، التاريخ يصنع هنا. الروبي في تصريحاته منذ ايام انا فعلت كل شيء الا فعلة واحدة وهو الوصول للنهائي لبطولة المحمودية. ولكن الان انت في النهائي كابتن حمادة، انت في النهائي كما اردت، ولكن الانسان دائما طلاع. وصلت للنهائي لكنك تريد اللقب، تريد الابيض، تريد الماس. التسديده من اللاعب مهران وصلت الكوره الى ضربه المرمى للحارس بلياتشو. هكذا تصريحات وهكذا مباريات وهكذا حضور جماهيري. اكثر من 20,000 مناصر، اكثر من 20,000 متابع. هذه كرة لفهمي، هذه فهمي عدي غازي بشوفكم ابطال الرجل غازي يقاتلون في ارضية الملعب، يحاربون في ارضية الميدان. نعم انا هنا ومعني صديقي ايضا المعلق اسلام عامر الذي علق دائما وابدا على مباريات البطولة. نرحب طبعا بالنائب والدكتور حاتم عبد العزيز، نرحب به في بلده طبعا الثاني قرية المحمودية. اهلا وسهلا ومرحبا بك. ترجع كورة لبودي فريق الروبي. اقبال اللعبة في اول 5 دقائق سجل في مرمى هدف. الكابتن حمادة طلب لاعبيه بالهدوء مثل ما فعلوا في المباريات الماضية. يريد الهدوء من اجل لعب مباراة كبيرة. نعم ترجع كورة فريق المحمودية سجل هدف
المدير الفني للفريق المحموداوي يطالب بالمزيد والمزيد من اجل اسعاد هذا الجمهور. يرجع الكورة هذه الركنية للفريق المحمودي عطية من الشافعي، والكورة وصلت إلى رمي التماس لفريق الروبي. اللون الأبيض يبحث عن التعادل. البرتقالي سجل 1-0 عن طريق هدافهم محمود غازي. ترجع الكورة طبعا هداف البطولة هو اللاعب طبعا باريزا لاعب فريق البشر، سجل 11 هدف تاريخي في هذه البطولة. فهذا باريزا سجل 11 هدف، فعل مثل ما فعله غازي في بطولة 2022 وفعل مثل ما فعل بيبو في 2022. ترجع الكورة مهارة فنية من محمود إلى فهمي. يلعب بالنار. ترجع الكورة بيبو، هو الولد، هو اللعيب، هو الخطير، هو بيبو دفاع مغير. رائع انت يا مد رائع. الكورة إلى الركنية، ضربة ركنية لفريق المحمودية. الركنية لفريق المحمودية. محمود غازي. المحمودية تهاجم، المحمودية تلعب من اجل الوصول الى طبعا الهدف الثاني. ترجع الكرة مرة اخرى لفريق الروبي، والكرة والتماس لفريق الروبي. ايهاب لف دي كده، لف كده. نرحب بالدكتور حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب. بس نرحب بالدكتور ايمن عبد المقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة في الشرقية. شكرا للسادة الحضور. شكرا استاذ رضا. بس لفريق بس الروبيلان تيسير. ترجع الكرة للركنية لفريق الروبي. اللون الابيض حتى الان لم تكن ليلة بيضاء يا روبي. هدف منذ البداية قبلت بلعبك، ولكن ما زال بدري. العطية ولمونة احد صفوف لاعبي فريق الروبي خارج المحمودية. هذه الكرة طبعا ما شاء الله البطولة يعني مليئة باللاعبين الرائعين، مليئة بالنجوم الكبار. هؤلاء لاعبين او هؤلاء لاعبون لم يلعبوا في صفوف أندية الدوري. لماذا لم نرى هؤلاء اللاعبين في الدوري؟ لماذا لم نراهم رغم انهم لاعبين رائعين، لاعبين كبار في أرضية الميدان؟ ترجع الكرة للركنية. هذه الكرة رفعت العالم من الركنية، رفعت من اجل الرفعة الاولى، عرضية بعدة، وحكم المباراة كابتن احمد ابو حليمة لا يقول اي شيء، يقول في الاخير ضربة المرمى للحارس البلياتشو. هذا الجمهور علي الصوت، علي صوتك بالغنى يا جمهور الكامب نو. نعم هذا مفرحهم، هذه بلدهم، هذه امنياتهم، يريدون اللقب ولا شيء سوى الابيض والذهب المحمودية. نعم هكذا يطالب الجمهور، هكذا يعبر الجمهور بصوته، بجسده، بغنائه، بكلماته، بمزماره، بالبوبيزية بتاعت جنوب افريقيا. احنا بنشعر لمنى بحب الكورة فهمي. سلامات يا فهمي، حلوة برشا معلم، يا معلم حلوة برشا. هذه عينك قالوا 10/10. عيني باردة. المباراة الأخيرة تكلمت على ميشو، كانت الأمور ما فهمناش، بلاش نتكلم عنها فهم اليوم. ترجع الكورة للركنية، الكورة للركنية، عرضية بالراس الدفاع، خرجها الدفاع. الآن سنذهب إلى معلقي وصديقي وزميلي كابتن اسلام، لك الكلمة. شكرا للزميل العزيز كابتن محمد مساوي الشوالي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلمكم اسلام عامر النكار للتعليق على هذا الكرنفال التاريخي على افضل بطولات المنطقه هنا في معقلي وابطال المحموديه، حيث الجمهور الكبير والنتيجه بهدف باقدام محمود غازي. التحذير الان لمصلحه ضد من الخلف، يلعب التمرير الطويل يرفع اسود دفاعيا من كابتن الدفاع احمد شافعي. كره تخرج من التماس لمصلحه مهران. جمهور حاضر هنا بالالاف للتشجيع والمناصره. صيحات الجمهور اللي يتمناها دائما طول المباراه. تعطينا ما فقدناه من الجمهور. وتتم غزو على الدين.
ولكن تخرج ركنيه. تيسير سمير يسيبها لمن؟ هذا تيسير سبب لحوادث. حوادث على تنفيذ الركنيه. حوادث عند الأطفال، عند البطة والدكتور العاملة والرافع وسهلة في الأخير لمتناول البلياتشو. سهلة لمتناول حارس المرمى بلياتشو، اللاعب اللي كان من وجهة نظري هو سبب صعود المباراة النهائية بعد تصديات الخرافية. لذلك حراس قدم بطولة متميزة أمام السفاح حارس مرمى فريق مباشر ومحمد عادل لوكا حارس مرمى فريق منزل حيان، وأيضا من يكمل المسيرة في النهايات الحارس البلياتشو. التحضير كرة لبوتا من الخلف يلعب التمرير عالي، ولكن في الأخير تعدي وتمر وتخرج لركلة مرمى. أي حضور جمهوري بالآلاف، أي تنظيم على أعلى مستوى، أي كرنفال نراه هنا في ملعب المحمودية. مشاهدينا الكرام، التمرير طويل، السلامة من لاعب دودو، أسطورة حية كروية يعيش وسط أجواء المحمودية. اللاعب محمد محمود السيد دودو، خطأ لدودو. هذا تحكيمية طبعا لكابتن أحمد أبو حليمة يعاونه أحمد يبين عن الراية الأزمة المصرية الكابتن يوسف الجاري. التعبير الكرة لمصلحة مهران، واحد من أبرز اللاعبين هذا في البطولة على مستوى خط الدفاع. اللاعب مهران تمرير رفعت العالمي، تحضير من الخلف، ضغط منظم من عناصر المحمودية الأمانة. تعلم من الأخطاء وأي لدغة وأي أعصاب، رأينا رجال يخطون هنا من المحمودية عن خوفا من خسارة كانت قادمة من فريق المباشر، ولكن سرعان ما عادوا، وهذا يدل على العشق والحب. هكذا كورة خطأ لمصلحة بوتا على التنفيذ، خطأ لمصلحة عناصر الفريق. طبعا الرياضة المباراة الهادئة دائما ما يعني تجد في مباراة النهائي أجواء اللاعبين يكونون على أعلى مستوى عالي، ولكن التوتر يكون حاضر. أنت تلعب أمام حضور جماهيري كبير، والفريق صاحب الأرض يلعب بضغوطات كبيرة على غرار طبعا الفريق الضيف. التحضير الآن لمصلحة حوادث وخطأ من حليمة. حوادث على تنفيذ، إمكانية التصويب ولكن تربط الفيناس وتخرج الكرة لرمي التماس. طبعا يمكن المباراة كابتن محمد ابو المصري، والناحية الأخرى كان الرميان مستر مسلم مصالحي، وكان يعاوننا أيضا سمعت الشيخ عصام مدى ويقدم هذه المباراة اسم كبير على مستوى التعليق. وهذه كرة من جديد رفعت العالم واحد على واحد يحاول يمر، رفعت ولكن معلم منادى اللي مساحة زادة في العودة، ولكن في الأخير الكرة يحتسب خطأ على تيسير، يحتسب خطأ على تيسير سنور. مباراة قوية ولكن هدوء. هنالك أهداف قادمة تطبخ على نار هادئة، أن يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة، أن يكون الحكاية حكاية والرياضة وبكورة البلياتشو. هذه الكورة من كنسل، ولكن البلياتشو ينكب عليه، ولكن لذلك رفعت ولكن عمود لا تجد الكورة. اللاعب الجاري يحاول يمر الجاري مشى الجاري، ولكن جابها بوتا. كانت 3-2، ولكن الكرة جول. حوادث التوزيع، ولكن برافو الجاري. امتياز كان مغازي. هذه منطقة سريعة وهي منادى عارف عن كورته. ومنى التمرير لمصلحة أحمد الجاري، لعب توت عن خامون أحمد الجاري، وبدأ بغزوة التصويب، ولكن سهلة وترجع في الأخير لأحمد شافعي. والشافعي ولكن في الأخير سهلة للبلياتشو. البلياتشو فارق على مستوى حراس المرمى، البلياتشو فارق واضح تماما على مستوى حراس المرمى. كبير أنت يا البلياتشو. التحضير من الخلف، يلعب الكرة الجاري يتقدم، هذا اليسار الخطير، يلعب الكرة الجديدة من اليسار ولكن فعل العارضة من دودو وتخرج الكرة لركلة مرمى. لو قلت لك من هو نجم المباراه بقول هو الكابتن احمد حليمه، ثم الجمهور المحترم. انا بحييهم جمهور المحموديه، تشجيع ممتاز جدا من فريقين على مستوى عالي. هذه نقبل الكرة من جديد. شكرا عصام مدرا والتحضير. ثاني غازي ثاني يلعب رغم الإصابة. كان هكذا أجواء أتحامل على نفسي من أجل هكذا جمهور، من أجل هكذا متعة. وهذا التمرير من جديد بالخطأ. حوادث والتحضير. هذه كرة جول فينا البلياتشو تتوالى في المرمى ويتصدى ويخرج الكرة الركنية. مشاهدينا الكرام، الروبي بدأ يستفيد، حماد الروبي وشوكة وفريق الكبير بدأ يستفيد.
التسجيل ثمن الركنيه والتوزيع والناس كان احمد الشافعي السلام مهران ينقل القدم قويه مهران التوزيع العالي وبريف الجاري بريف الجاري يخرج الكره والركنيه حوادث من جديد يلعب الركنيه حوادث التوزيع من جديد الضربات الحرة دائما ما تكون بخطورة. شفنا المباراة الماضية فريقنا المحمودية أحرز هدفين من ركلة حرة من ركلة ركنية عذرا برأسه الجيب الأولى والثانية جاب التعديل اللاعب محمود غزودي يفعل على دور ودوءك يا دور ودوءك يا دوري ولكن يسقط تخرج الكرة رمى التماس التوفيق سمير يمشي توسن صعد هدف التعديل في منزل عيان في الدقائق الأخيرة اللي بعدها كان يخرج العمود ولكن برافو الشمعي والميكروفون يكون من جديد للشوالي. شكرا كابتن اسلام مرة اخرى. يجب على لاعبي فريق المحمودية الهدوء، يعني فريق فائز لا اعلم لماذا يتحدث كثيرا مع حكم المباراة. يجب ان ياخذ الامور باكثر هدوء، يعني الامور طيبة الامور رائعة. يجب على اللاعبين الهدوء والتركيز فقط، لان دائما ما اقول الكرة للكرة، الكرة لأرضية الميدان، الكرة لهذا المستطيل فقط لا غير. ترجع الكرة حوادث يريد التعديل. هذه كرة سلامات تيسير. ماذا هناك حكم المباراة الكابتن احمد حليمة قوي جدا كشخصية وكأمور فنية وتكتيكية في أرضية الميدان. هذا الحكم رائع جدا يتحدث مع اللاعبين وكأننا نرى حكم انجليزي في أرضية الميدان. الكابتن حماده الروبي يطالب من لاعبيه اللعب على المرمى اكثر فاكثر، يريد هدف التعديل في اسرع وقت ممكن قبل انتهاء الشوط الاول. هل نرى هذا هدف التعديل؟ فاول وخطا على اللاعب بيبو. فريق المحموديه العب في اول المباراه كان رائع تكتيكيا، كان رائع فنيا. بعد الهدف سجل الامور اعتقد بان الفريق توتر نسبيا بسبب الضغط اللي طبعا بدا يلعب فيه فريق الروبي، ولكن لا اقول دائما الكره لهذا المستويل، فيجب عليك ان تكون هادئا لتمر لك الايام وتمر لك السنين. ما فعلته في الماضي يجب ان تحافظ عليه في الحاضر وقادما المستقبل يا المحمودية. هكذا جمهور وهكذا امور رائعه وتصوير رائع وامسيه كبيره ننتظر منها المزيد في كره القدم. والكره الى التماس لمصلحه فريق المحموديه. كابتن مصطفى البدايه كانت رائعه، فريق الروبي تاخر الهدف ثم حاول العوده، اعطى فرصه خطيره من اللاعب تيسير امام المرمى. ما هو انطباعك عن الشوط الاول كابتن مصطفى؟ لابد لفريق المحمودية ان هو ما يجريش فريق الروبي في المباراة. الروبي سيطر على مجريات المباراة، اتحكم في الرتم المباراة، فلابد من فريق المحمودية يمسك نص الملعب يتحكم هو في رتم اللقاء، ما يجريش فريق الروبي لان في ضغط على فريق المحمودية اكتر لانه بيلعب في وسط جمهوره، فلابد ان يتحكم في رتم المباراة. شكرا طبعا كابتن مصطفى، كلامك كان رائع. نحترم كل الاراء وبنعطيك حقوقنا مشروط الحارس البلياتشو موجود. هذا الرجل البلياتشو راح غازي زيد غازي رب شتوه يرجع الكوره ورايح وسط ثلاثه. خلاص الشجاعه والقوه لم تفلح مع هذا العدد الكبير. تسير الرقم 10 يريد ان يفعلها مثل ما فعلها امام منزل حيان بهدف اكثر من رائع وتاريخي. ترجع الكوره مرة أخرى فوق العيد رائع. هذه كورة من رفعت العرضية بعيدة جدا من رفعت، وصلت الكورة إلى ضربة المرمى للحارس البلياتشو. نرحب أيضا بالكابتن رائد طبعا نجم فريق الشمسي، وأيضا افتقدنا فريق الشمسي لازم بطولة الشمسي طبعا أكثر الفرق وصولا للنهائي خارج فريق المحمودية. الشمس وصلت ممكن 4 مرات للنهائي. نستحمل
الفاول يكون الحكم ابو حليمه على الكوره، ولكن الحكم قراره الاول والاخير هكذا فاول وهكذا هذه الكوره وهذه الاعاده اكثر من رائع من هذا، هذا الولد، هذا الصغير، هذا المكار، هذا الاسطوري، هذا افضل ديفندر في كرة القدم. نعم حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل للبائع والكرة المرتدة. هذا جول 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 مش معقول، مش ممكن. سيطرة في آخر الدقائق للمحمودية. المحمودية لم نراها من سنين، المحمودية لم نراها منذ زمن، المحمودية لم تشع نورا مثلما تشع هذه الليلة وهذا الجمهور وهذه الامسيات. 2-0 رائعة من روائع المنادى، امسية من امسيات المحمودية بعيدة من الجوهري وصلت الى ضربة المرمى لفريق الروبي. المحمودية قتلت الروبي. لماذا؟ اول دقيقة هدف الروبي ثم السيطرة على مجموعات المباراة. قتلوا كرويا كابتن وليس قتلوا فنيا، يعني الكورة. ثم بدأ المباراة المحمودية سجلها، ثم الروبي سيطرة تامة. بدأ يحاول، بدأ يضغط المحمودية بلغة الكورة، قتل بالعنف الثالث الحارس عسلة هذا، ولكن إصابة هنا للاعب من؟ للاعب محمود بيبو. سلامات لبيبو صاحب آخر هدف في النهائي لسنة 2022 بيبو. مباراة حتى الآن تحكيميا أكثر من رائعة، مباراة خطيرة جدا، مباراة رائعة جدا. اعتقد بان الروبي لو سجل هدف قبل انتهاء المباراة هذه كرة تسير حلوة ومع انتهاء الشوط الاول ابو حليمة ينهي احداث الشوط الاول 2-0. الان بداية المدربين واعطاء تعليمات الان للاستوديو التحليلي والترحيب بالسندي.